بتبدأ الحلقة وسالي رايحة لسلمى المستشفى وبتحاول تقابلها علشان تقول لسلمى إن ميرنا بتخونها مع جلال، ولكن هيفا بتمنعها إن هي تدخل لسلمى وبتقول لها هي في غرفة تانية مهمة دلوقتي. وسالي بتمشي وبتقرر بعدها تروح لنديم وهويدا علشان تفضح ميرنا قدامهم، وفعلا بتروح وبتخبط الباب عليهم، ونديم بيقوم يفتح لها وما بيكونش عارفها هي مين. وهويدا بتقول لها انت مين يا بنتي؟ وسالي بتقول لهم اسألوا ميرنا، هي بتعرفني كويس. وميرنا بتقول لهم اه بعرفها، بس معرفش بقى هي جاية في نص الليل تعمل ايه دلوقتي. وسالي بتقول لهم جاية اوريكم صور ميرنا وجلال زوجي وهما مع بعض. وميرنا بتقول لها انت كدابة، وسالي بتقول لها انا هوريكم انا كدابة ولا لأ. وبتطلع الموبايل بتاع جلال وبتوريهم الصور بتاعت ميرنا وجلال وهما مع بعض. ونديم بيتصدم هو وهويدا، وسالي بتقول لهم يا ريت ميرنا على علاقة بزوجي جلال وبس، دي كمان على علاقة بأبي رياض، شفتهم مع بعض في غرفة واحدة بنص الليل. ونديم بينهال بالضرب على ميرنا، وهويدا بتحوشه، وبعدها ميرنا بتهرب على غرفتها وبتقفل الباب على نفسها. ونديم بيقع على الكنبة وهويدا بتروح تجيب له الدواء. وسالي بتكون شايفة إن نديم تعبان جدا، فبتقول له أنا آسفة وبعتذر على اللي حصل مني، بس كان لازم أعرفكم حقيقة بنتكم المحترمة ميرنا. وبعدها نديم بيقول لها لا تتأسفي انت مش غلطانة، وبيروح ينادي على ميرنا ويقول لها اطلعي بره غرفتك ما راح أعمل لك شيء. وهي بتطلع وبيقول لها نديم اطلعي بره بيتي وما عم تعيشي معي بعد اليوم. وهويدا بتقول له وين بس ميرنا بتروح في هالوقت المتأخر من الليل. وميرنا بتزعل وبتقول لهم يكفيني إن أنقذت حياة أختي سلمى، وأعتقد إن أنا عملت اللي عليا وأنتوا مش محتاجيني في حاجة. وبتسيب البيت وتمشي وبتقعد تلف في الشوارع في بيروت. وسالي بتكون ماشية بس عيالها بيعيطوا وعايزين يناموا. وهويدا ونديم بيقولوا لها طب استني لحد الصبح واحنا هنتصل على جلال وابوكي ونطمنهم عليكي. وسالي بتفضل بولادها عند نديم وهويدا، وبيروح نديم يتصل على جلال ويطمنه على سالي ويقول له ان هي والولاد موجودة عنده. وجلال بيروح يقول له رياض سلمى موجودة عند شخص امين. وبعدها رياض بيتخانق مع جلال ويقول له انت اللي غلطان، ازاي بتسمح ان رجالة رفيق يدخلوا الفيلا ويأذوا مراتك؟ انت ما عم تحمي مراتك. وجلال بيقول له انا طول عمري بحمي مراتي، ولولايا كان سالي ابن رفيق كان موتها، انا انقذتها منه. ورياض بيقول له انا ما كنتش اتوقع اني اتجوز بنت الراجل زيك مو لاقي ياكل. وجلال بيقول له انت السبب، مش انت اللي قلت لي سلمى ولادها ماتوا، كان زمان رجعت لهم. ورياض بيقول له ميرنا هي اللي كدبت علينا وقالت كده مو انا. ونديم بيقول لهويدا لما عرفوا ان جلال حاول يشوف سلمى في المستشفى وهيفا هي اللي قالت لهم، فنديم بيفكر يخلي سلمى تعرف ان جلال عايش. وهويدا بتقول له استنى لحد ما حالتها الصحية تتحسن وتخرج من المستشفى. ودي بتكون أحداث الحلقة الجاية من مسلسل سلمى الحلقة 85. أشوفكم في حلقة جديدة.